باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا، وهي مشهورة فنقتصر على طرف منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا وضياعا فإلي وعليه. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في الباب المحافظة على السنة. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية كلها تدل على وجوب الحذر من البدع ومحدثات الأمور، وتدل على أن الواجب التمسك بالسنة التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والحذر مما أحدثه الناس. هذا الواجب على جميع الثقلين: السير على الصراط المستقيم الذي درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والحرص على اتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، والحذر مما أحدثه الناس. قال الله جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. الحق هو ما بعث الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ضده هو الضلال. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمغفرة والسعادة في اتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وذلك سبب لمحبة الله لعبده وتوفيقه له. وقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس طاعة الله ورسوله، والسير على الصراط المستقيم الذي رسمه الله لعباده، وهو اتباع الكتاب والسنة. وقد ذم الله من شرع في الدين ما لم يأذن به الله، فقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. قال تعالى: يعلم عباده: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. هذا الصراط المستقيم، توحيد الله والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، والسير على المنهاج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله. هذا هو الصراط المستقيم. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، هذا ما ليس منه فهو رد. وفي اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المعنى: من أحدث في الدين شيئا، صلاة أو صياما أو غير ذلك، لم يشرعه الله فهو مردود. يجب على الناس اتباع ما شرعه الله، وأما الحوادث فيجب ردها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وفي حديث جابر يقول: إن خير الحديث كتاب الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ومن ذلك ما أحدثه الناس من البناء على القبور، اتخاذ المساجد عليها، هذه من وسائل الشرك والعياذ بالله. اتخاذ القباب على القبور، كل هذا من وسائل الشرك
اتخاذ المساجد عليها أو وضعهم في المساجد وجعل القبور في المساجد، كل هذا من وسائل الشرك ومن البدع المحدثة. من هذا الاحتفال بالأعياد، عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد الحسن أو الحسين أو مولد فلان أو فلان، كل هذا من البدع التي حدثها الناس. أو تخصيص ليلة به قيام غير ليلة القدر كليلة الجمعة، هذا من البدع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ويقول في حديث ابن ساري رضي الله عنه يقول: عليكم بسنتي، يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، يعني الصديق وعمر وعثمان وعلي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على الأمة الحذر مما أحدثه الناس، والتمسك بالقرآن والسنة، والسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل، وعلى ما درج عليه أصحابه رضي الله عنهم. هذا هو الواجب على الجميع، كما قال الله سبحانه: اتبعوا ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليس لأحد أن يخرج عما شرعه الله، فالخروج عن ذلك إلى ما حرمه الله هذه المعاصي، والخروج من شرع الله إلى البدع هذه البدع والحوادث. فالواجب لزوم الشرع بأداء الفرائض وترك المحارم، هذا هو الواجب، لزوم شرع الله الذي جاء به في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وعدم الخروج عن ذلك لا بقول ولا بفعل. وفق الله الجميع. أحسن الله عليك. هؤلاء شباب ذهب إليهم ونصحوا ووجهوا بأن يدعوا إلى توحيد الله عز وجل، فغضبوا وحزنوا وضاق صدورهم بنا، فهل حفظك الله نبقى معهم أم يتركوا؟ يعلموا وينصحون. توحيد هو الأول، فإذا كان في مسلمين أهل توحيد يعلمونهم ما يجهلون في صلاتهم أو في صومهم. أما إذا كانوا في أناس عندهم شرك يبدأون بالتوحيد، يعلمونهم التوحيد أول، لأن الأعمال ما تصح إلا بعد السلام من الشرك. أما إذا كانوا في مثل هذا المجتمع في السعودية أو أشباهه في مجتمع سليم طيب يدعونهم إلى ما يظنون أنهم قصروا فيه أو يخفى عليهم، ينبهونهم عليه. إذا كانوا أهل توحيد ينبهونهم على الأشياء التي تخفى عليهم في صلاتهم، في صومهم، في زكاتهم، في حجهم، في معاملاتهم. أما إذا كانوا في قوم كفار هذا يبدأون بدعوة التوحيد ويحذرهم من الشرك. بتنفيذ نفس الله إليك وتنفيذ غيرك، يقولون أنت تنفرنا وتنفر غيرنا. الدعوة إلى التوحيد مهم تنفيذ. إذا كان في مجتمع فيه الشرك هكذا دعا الأنبياء، بدأوا بالدعوة إلى التوحيد. الرسول بدأ بالدعوة إلى التوحيد 10 سنين كلها دعوة إلى التوحيد قبل أن تفرض الصلاة 10. صلى الله عليك. المتصوفة هل يدخلون في جملة الكفار؟ لا، الصوفية أقسام. هنا صوفية عندهم بعض البدع ولهم مشركين، وعند الصوفية يعبدون غير الله، يعبدون أصحاب القبور. هم أقسام أنواع. الذين يعبدون أصحاب الذين يعبدون أصحاب القبور كفار. هذا جملة الكفار. يعبد البدوي والحسين والحسن وابن علوان وأشباههم، هذول هم الكفار من جملة الكفار. أما أو يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم أو يعبدون غيرهم من الأموات. نعم. أو يعبدون الجن، يستغيثون بالجن، ينذرون للجن، هذا من الشرك الأكبر. أو لا يبدو بالتوحيد، هذا يبدأون بالتوحيد، يعلمون التوحيد. سائل: ما رأي سماحتكم من استخدام خادمة مسلمة من بلد الإسلام بدون محرم لحاجة ضرورية؟ الواجب على جميع النساء لا يسافروا إلا محرم، سواء خادمة ولا زيدة ولا عبد. كل امرأة لابد من محرم لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستحفر الله إلا ما عليه محرم. هذا الواجب على الجميع، وعلى أهلها يجعلوا معها محرما. نعم. القول بأن البدعة تنقسم إلى اثنين: بدعة ضلالة وبدعة. كل البدعة ضلالة، الانقسام غلط. الرسول يقول: كل بدعة ضلالة، ما فيها تقسيم. صلى الله عليه وسلم. هو من محدثات الأمور تخلف عن صلاة الفجر إن كان صلى في الوقت، هذا معصية. وكان تخلف حتى خرج الوقت عمدا، هذا كفر. هذا ما هو من البدع، هذا من الكفريات. التخلف عن الجماعة معصية، والتخلف عن الوقت كفر، نسأل الله العافية. البدعة معناها إحداث شريعة في الدين، هذا البدعة. يكون يحدث شيء وأن هذا مشروع والله ما شرعه، هذا يسمى بدعة. أما إذا فعل شيء منكر هذا يسمى معصية، ما يسمى بدعة. نعم. من وقع في تأويل الصفات هل هي من الأمور الاجتهادية؟ لا ما هو هذا باطل، هذا من الضلال، هذا من دين الجهمية والمعتزلة، كفر أكبر، نسأل الله. ولو كان غناء في الصفات كفر أكبر، لأن تكذيب لله، نسأل الله، تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. فلن يقول إن الله ليس له رحمة، وليس يوصف بالعزة ولا بالعفو
ولا بالمغفرة ولا برا، هذا كفر أكبر. يؤولها مثلا كلها كفر أكبر. بالنسبة للبدع بعض الناس يستدلون بكلام عمر عندما جمع الصحابة في صلاة التراويح قال لهم نعم البدعة، فيستدلون من هذا أهل البدعة. من جهة اللغة، بدعت من حيث اللغة، ولا سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها ودعا إليها، لكن من حيث اللغة أن الرسول مات ما جمعهم على إمام واحد، فأحدث عمر هذا جمعهم، سماها بدعة من حيث اللغة. نعم. اللغة العربية لا من حيث الشرع. من يستدل بهذا؟ لا استدلال باطل، حجته باطلة. ثم لو سلمنا أن عمر قال ذلك، عمر مو معصوم، الله يحفظك، عمر واحد من الصحابة، حجة في قول الله ورسوله، لكن يحمل كلام عمر على الشيء الحسن، يحمل عمر على كلام الحسن حتى لا يساء به الظن. جزاكم الله. الله يسمي عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، مع سبقه معاوية. يسميه بعضهم إن شاء الله هو خليفة الراشد، لكن الخلفاء الراشدين هم الأربعة، لكن هو خليفة الراشد. كل ما من عدل يسمى خليفة الراشد، كل ما من صالح يسمى خليفة الراشد. العلماء يقولون متفقون على أن معاوية أحسن منه الشيخ. الصحابي أفضل، معاوية أفضل منه، فكيف يقول الصحابة رضي الله عنهم؟ لكن تجرد الدعوة إلى السنة ومحاربة ما خالفها وخالف هذا واجتهد في هذا، سمى بعضها.